السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غنشارك معكم وصفه اللي رائعه وجربتها لوليداتي وكانت النتيجه رائعه، وقلت نجرب نعطيها لاخواتي يجربوها حتى هما لوليداتهم في هذا البرد. وصفه كتكون من 3 مكونات كما كتلاحظوا معايا. غنحتاجوا التين المجفف او الشريحه، غنحتاجوا الثومه حمراء وزيت الزيتون. هادو هما المكونات اللي غنحتاجوا في هذه الوصفه. وصفه رائعه، وصفه غنيا وغذائيا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه. وصفه فيها بزاف ديال المكونات اللي كتساعد الجسم ديالنا، فيها الاملاح المعدنيه والفيتامينات ومواد اخرى. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه وتحضروها بالخصوص لوليداتكم في هذا البرد. غنخليكم مع المقادير، مع طريقه التحضير ديال هذه الوصفه ديالنا. بالنسبه لهاد الوصفه كناخدو التين المجفف او الشريحه وكنمسحوها مزيان. كتكون فيها هكا الغبره، ضروري نمسحوها مزيان. كناخدو الزيف وكنمسحوها هكا مزيان من الغبره. بالنسبه لهاد الوصفه البنات فيها بزاف المكونات اللي كيعالجوا الجسم ديالنا. بعد ما مسحنا الشريحه مزيان كما كتلاحظوا معايا كنقيوها مزيان، وكناخدو قرعه ديال الدجاج. من احسن تكون قرعه ديال الدجاج. كما كتلاحظوا معايا غنقطع الشريحه طريفات اللي كيكون الحجم ديالهم صغير. بعد ما قطعت الشريحه كما كتلاحظوا معايا غناخد الثومه البنات وغنحاول نفشخوه هكا. ناخدو شي كاس ونفشخوه هكا، كنهرسوه كما كتلاحظوا. كنفشخو الثوم وكنضيفوه في القرعه اللي كنكونوا غاسلينها مزيان. بعد ما ضفنا الثومه غنضيفو عليها كميه ديال الشريحه. بالنسبه لهاد الوصفه غزاله وضروري تكون في كل بيت. كنضيف عليها الكميه ديال الشريحه كما كتلاحظوا معايا، وغنعمروا عليها زيت الزيتون. نعمروا عليها زيت الزيتون كما كتلاحظوا معايا. ضروري نغطيو الشريحه بالزيت الزيتون. كتكون عندنا الوصفه جاهزه كما كتلاحظوا. كنضيفوها في واحد البلاكار ما كتشوفش الاضاءه ديال الشمس، وكنخليوها لمده ديال اسبوع، وكنستعملوها يوميا في الصباح، ملعقه صغيره يوميا في الصباح. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه وتجربوها لوليداتكم. نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للوصفه الثانيه البنات اللي كندير حتى هي لوليداتي هي العسل الحر. ضروري خاصو يكون في كل بيت. بالنسبه للعسل الحر البنات انا كنشري كميه اللي كدير ليا العام بحال الزيت. ضروري العسل كنقولها ونأكد عليها ضروري يكون في كل بيت. بالنسبه للعسل الطريقه اللي كنديرها البنات، كندفي كاس ديال الماء. كندفي كاس ديال الماء، كاس عادي ديال الماء ندفيه فوق البوطه غير يسخن غير شويه. كنضيف معلقه صغيره ديال العسل، كنخلطها مع الماء وكنشربوه على الريق. ضروري البنات هاد الطريقه حتى هي غزاله وكتحفظ الوليدات من البرد. كنديروا كاس ديال الماء كيكون دافي وكنضيفوا ليه معلقه ديال العسل. كل صباح كنفطروا به، وقبل ما كنعسوا حتى معلقه بنفس الطريقه. كنتمنى يكون فدتكم ولو غير شويه ويعجبكم هذا الفيديو وتوصلوا لعدد كبير من الاخوات. شاركوا مع الاخوات ديالكم باش تعم الفائده، وكنتمنى يعجبكم ونتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.